تخيل كده، انت سواق بسيط شغال على سكوتر. كل اللي بتتمناه توصل الطلب وتسلم وتروح. لكن في لحظة تلاقي صورتك على الفيسبوك واسمك ورقمك، وواحدة من أشهر الشخصيات في مصر بتتهمك علنا إنك خنت الأمانة. وفجأة الناس كلها بتتكلم عليك، صحابك، جيرانك، أهلك، ووالدك. والدك يقرأ البوست، قلبه يتقبض ويقع ميت قدام عينيك. كل ده بسبب إيه؟ علبة. علبة واحدة بس، طلب صغير كنت رايح توصله، وقلب حياتك كلها جحيم. النهاردة هحكي لك حكاية غريبة، حكاية سواق أوبر بسيط وتورط في قصة مع دكتورة مشهورة، قصة فيها اتهامات وغموض وموت. شد نفسك، لأن اللي هتسمعه دلوقتي أغرب من الخيال، وكله حقيقي. يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا دلوقتي. ورجعت لكم بحكاية من اللي بنسمعها فنقول مستحيل دي تكون حقيقية. بس المصيبة إنها حصلت فعلا، ولسه ترند شغال على السوشيال ميديا لحد اللحظة. القصة اللي معانا النهاردة مش مجرد خلاف عابر، دي قصة اتهم وتشويه سمعة وموت ومصير شاب بسيط قلبت حياته راس على عقب بسبب علبة حلويات. والله، علبة حلويات، بس الحكاية فيها تفاصيل هتخليك تقول ازاي وليه وامتى. تعالوا نحكي الحكاية من أولها. في يوم عادي، شاب اسمه محمد شغال سايق سكوتر ضمن شركة أوبر. واللي مش عارف، سكوتر ده مش لنقل الناس، لا ده لتوصيل الطلبات، من مطاعم لمحلات لأي حاجة. المهم، محمد جاله اوردر من ابلكيشن اوبر، التوصيل من محل حلويات معروف. العنوان: التجمع الخامس. اسم العميل: هبة، بس من غير لقب ولا أي حاجة مميزة تخليها يعرف هي مين. محمد اتحرك على طول بسكوتر، طلع على الدائري في عز الزحمة. الطريق زي ما انتم عارفين مش سهل ولا هادي. وهو ماشي، فجأة وبدون سابق إنذار الطلب وقع منه على الأرض. العلبة اتبهدلت والمحتوى اللي جواها اتدمر. يعني بالعربي كده، الأوردر اتضرب. محمد اتوتر، بس قرر يتحرك صح. فتح الموبايل وكلم العميل وقال لها: يا فندم، الطلب واقع مني على الدائري وباظ، حضرتك تؤمري بإيه؟ أنا تحت أمرك. تعويض أعوضك، أجيب غيره أحاول، بس دلوقتي صعب أكمل التوصيل بنفس الأوردر ده. الرد كان صدمة. الست قالت له: أنت مهمل، وده مش شغل، الطلب ده مهم جدا، كان لازم توصله بأي شكل. محمد قال لها: يا فندم، ده على طريق سريع، حياتي كانت في خطر. قالت له: مش مهم، لازم تلم الحاجة وتوصلها بأي طريقة. الموضوع ماشي كويس لحد هنا صح؟ بس محمد لغى الرحلة بعد المكالمة، لأنه اعتبر إن مفيش مجال يكملها. وهنا حصلت الكارثة. بعد دقائق قليلة يلاقي محمد صورته واسمه ورقم تليفونه ورقم السكوتر بتاعه، كل ده منشور على صفحة على فيسبوك، وبالتحديد صفحة الدكتورة هبة قطب. آه ساعتها محمد عرف مين العميلة: الدكتورة هبة قطب، الطبيبة الشهيرة اللي الكل يعرفها. في البوست الدكتورة اتهمت محمد إنه خان الأمانة، وإن العلبة ما كانتش فيها حلويات أصلا، وإنها كانت أمانة خاصة، وإنه اختفى بالطلب وأنهى الرحلة وخد الفلوس وعملها بلوك. الموضوع قلب رأي عام، ناس بتدافع عنها وناس بتدافع عن محمد. بس اللي حصل بعد كده كان أبشع بكتير. صحاب محمد شافوا البوست واتصلوا بيه: يا محمد، انت عملت ايه؟ ده اسمك وصورتك على صفحة هبة قطب. محمد كان مصدوم، مش فاهم، هو ما كانش يعرف مين هي أصلا، وما كانش يتخيل اللي حصل. حاول يتصل بيها مرة واتنين وتلاتة، مفيش رد. راح الاسم، حاول يحرر محضر تشهير، لكن الرد كان: حاول تحلها ودي، ما تكبرش الموضوع. بس هو كان كبر خلاص. والمصيبة الأكبر لما والده شاف البوست. أبوه راجل بسيط، أول ما قرأ البوست والاتهامات خاف على ابنه يضيع، يروح في داهية، خاصة إن كلنا سمعنا عن قضايا لسواقين أوبر يتحبسوا سنين بسبب بلاغات عملاء. الراجل ما استحملش، وقع على الأرض وسكت ومات. أيوة، مات من الخضة، من القهر، من الخوف على ابنه الوحيد اللي كان شايل البيت على كتافه. ومين السبب؟ بوست على فيسبوك في اسم وصورة ورقم واتهام. القصة دي هزت مصر، ومش بس عشان فيها اسم مشهور زي هبة قطب، ولا عشان محمد شاب غلبان اتشهر بيه، لكن عشان السؤال الحقيقي: هل فعلا كانت العلبة دي مجرد حلويات ولا فيها حاجة تانية؟ الدكتورة كتبت بوضوح إن العلبة ما كانتش حلويات، وإن اللي جواها أمانة، بس قالت كمان إن ما يخصهاش حد تعرف فيها إيه. طيب،
ما هو ده اللي خلى الناس تسأل أكتر. لو كانت حاجة شخصية، طب إزاي تتهمه بالخيانة؟ ولو كانت حاجة مهمة، ليه تبعت سايق سكوتر يوصلها من غير ما تحط تأمين؟ الناس اتقسمت، ناس بتقول محمد عنده حق واتظلم وأبوه مات بسبب بوست مفاجئ، وناس بتقول الدكتورة عندها حق وهو مهمل ومفروض يتحمل النتيجة. بس في وسط كل ده سؤال مهم فضل معلق. لو كل واحد حصل معاه خلاف بسيط طلع عمل بوست فيه اسم وصورة ورقم حد تاني، مين هيتحاسب لو الطرف التاني اتأذى؟ ولو مات؟ محمد بيحكي بنفسه في فيديو مسجل: أنا ما كنتش عارف إنها هبة قطب، كلمتها باحترام وقلت لها أنا آسف ولو في تعويض أنا أدفعه، بس فوجئت بصورتي منشورة واسمي ورقمي. كل الناس بقت تسألني والناس افتكرتني نصاب أو حرامي. محمد فقد والده وحياته اتقلبت، مستقبله اتلخبط، والناس بقت تبص له بنظرة تانية. والدكتورة ما زالت مصممة إن اللي حصل خيانة أمانة وإنها عملت اللي المفروض تعمله. لكن هل فعلا طريقة النشر دي كانت الصح؟ هل كان لازم الاسم والصورة ورقم السكوتر؟ ولا كان ممكن تشتكي بشكل رسمي من غير ما تفضح شاب عنده أسرة وحياة وناس بتخاف عليه؟ دي مش أول مرة نشوف خلافات على السوشيال ميديا توصل لكوارث، بس المرة دي مختلفة لأن في ضحية ماتت. الراجل مات من الخضة، من البوست، من الخوف. علبة أيا كان جواها ما تستاهلش حد يفقد حياته بسببها. في فرق كبير بين إنك تطالب بحقك وبين إنك تظلم حد وإنت بتدافع عن نفسك. وفي زمن السوشيال ميديا الكلمة بقت طلقة، تقدر تنشر بس ما تقدرش ترجع البوست، ولا ترجع حياة راجل مات، ولا تعيد مستقبل شاب ضاع. أنا مش هنا علشان أقول مين صح ومين غلط، أنا بس حكيت لكم القصة والحكم ليكم. لو عجبتك القصة متنساش تسيب رأيك في التعليقات وتقول لي لو كنت مكان محمد كنت هتتصرف إزاي؟ ولو كنت مكان الدكتورة كنت هتعمل إيه؟ اللي حصل مع محمد يمكن يكون حصل مع غيره، بس يا ترى الجاي هيكون أغرب ولا أظلم ولا يمكن أخطر؟ خليك فاكر في قصص كتير لسه مستخبية وحكايات ما طلعتش للنور، بس هنفتحها واحدة واحدة. استناني، والجاية أغرب مما تتخيل.